السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة موضوع رمضان صبحي ده يا جماعة تخش في الموضوع على طول حاجة تزعل 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 بصراحة. يعني الواحد بيقرا أخبار على الفيسبوك تمام، وبعض الأصدقاء يعني بيتناولوا الأخبار وكده وحد بلغني يعني واقف رمضان صبحي 4 سنين وكده والله حاجة تزعل تزعل بجد. زعلانين على رمضان صبحي يعني ما يفرقش بقى اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي سويسي اتحداوي. رمضان صبحي قيمه كبيره وبامانه زعلانين عليه. يعني حاجه تضايق. احد الولاد الشطار في كره القدم رمضان صبحي بصراحه، يعني كان موهبه فذه. وتلاقي في بعض الناس واحد يقول له ليه عملت في نفسك كده؟ مش عارف انا يعني ايه ليه عملت في نفسك كده، اللي هو ايه؟ انا مش فاهم بصراحه. هل اخذوا المنشطات؟ مش عارف بصراحه. بس الواحد يعني بجد الواحد متضايق جدا جدا على رمضان صبحي. يلعب في اي نادي تمام، الله يسهل له والله يصلح حاله في مصر يحترف تمام. بس لعيب الكوره يا جماعه هو مصدر رزق الكوره. واحد يقول لي يا عم ده معاه فلوس متلتله والكلام اللي بنسمعه على القهاوي كده الواحد متضايق جدا جدا بصراحه على رمضان صبحي. كلنا مصريين والولد يعني بصراحه يعني قيمه كبيره وموهبه فذه. ما اعرفش ايه اللي جرى رمضان صبحي، مش عارف بصراحه. والناس اللي هي مختصه بموضوع المنشطات مش المنشطات والكلام ده هي ادرى هو عمل ايه. بس يعني نتمنى رمضان صبحي يبقى يعني ربنا يفك كربه ويعفو عنه ويعني مثلا يطلع من الموضوع اللي هو فيه ده باي طريقه. يا جماعه الواحد بصراحه والله زعلان جدا. يعني زي ما قلنا قيمه كبيره رمضان صبحي. ما اعرفش بصراحه يعني ايه اللي وصله للمرحله دي مثلا، او ما اعرفش بواطن الامور. بس رمضان صبحي مش هقارن بقى بفترته لما كان في الاهلي وبره الاهلي. ده نصيب او ما اعرفش. موضوع المنشطات ده مش عايز اتكلم فيه، في ناس مسؤوله عنه وكده تتكلم فيه. لكن الواحد زعلان على الموهبه المصريه دي. يعني يا رب حد يلاقي له حلول، يبقى في بديل مثلا ان هو يترك الكوره مثلا زي ما بيقولوا 4 سنين. فدي حاجه بصراحه تزعل بصراحه، وموهبه فذه نتحرم منها في الملاعب المصريه. يا رب ربنا يعفو عنه ويجعل له مخرجا من القصه اللي هو فيها دي. رمضان صبحي يعني يبقى انسان مريض انه يتمنى له الشر تمام. يلعب في اهلي يلعب في الزمالك يلعب في اي مكان، نتمنى له ان هو يبقى بين اهله وبين تمام اصحابه يعود تاني يعني وكده شيء مؤلم جدا اللي بنسمعه على الفيسبوك وفي المنتديات وكده ان رمضان صبحي يعني شبه هيبطل كوره او هيبطل كوره لمده 4 سنين. فنتمنى ان يكون في حلول، ناس محاماه يرفع ناس محامين مستشارين وربنا يكرمك. ربنا يكرمك يا رمضان وتطلع من الحكايه دي على خير باذن الله، ونشوفك تاني في الملاعب المصريه في اي نادي. انت ابن مصر